ليه 90% من المواقع لما بييجوا يشتغلوا SEO بيعوزوا يطوروا الموقع من جديد؟ ليه لازم نعيد investment؟ هل هو بسبب ان ال SEO اللي قبله كان غلط او بسبب ان المبرمج كان غلط ولا ايه المشكلة؟ اول حاجة لازم نفهم نقطة مهمة، لازم صاحب البيزنس يعرف هو في انهي مرحلة، يعني هل هو عدى مرحلة البرودكت ماركت فيت ولا لسه؟ فلو عدى مرحلة البرودكت ماركت فيت فاللي جاي ده له. ال SEO في الاساس بيتبنى على اونلاين ديماند اناليسيس، وبتعرف المفروض انهي الموقع يكون بانهي لغة وانهي صفحات هتكون فيه والكورليشن بينهم وبين بعض هيكون ازاي، وايه الانفورميشن اركتكتشر اللي هتكون مبنيه عليه الموقع، وكذلك الهيكل اللي بيحدد الصفحات دي والعلاقه بينهم وبين بعض، وازاي اليوزر بيتحرك سواء من الاويرنس لحد ما يوصل للكونفرجن، مرورا طبعا وبناء على التكنيكال فاونديشن اللي تتعمل. وطبعا من ضمن التكنيكال فاونديشن اليوسج اوف جافا سكريبت والريندرنج بتاعها وغيرها من الامور التقنيه المناسبه للظهور، سواء كان في محركات البحث التقليديه زي جوجل وغيره، او في الاي اي مودلز زي تشات جي بي تي، بريبلكسيتي وجيميناي وغيرهم. لما الموقع بقى يكون معمول عن طريق مبرمج فقط فهو بيعمل موقع شايفه شغال، يعني شغال عندي في اللوكال، لكن جوجل والاي اي سيستمز مش بيكونوا شايفينه بنفس النظره، وللاسف مش بيكونوا عارفين هو الموقع ده بيتارجت انهي اودينس، بيتارجت انهي انتنس، موجه لانهي نوع من اليوزرز. وللاسف برضو لما بتيجي تشتغل على الموقع بعد سنه ولا اكتر بتلاقي الموقع محتاج يتصمم من جديد ويعاد برمجته من جديد، لان مثلا على اي اساس حددت الويب سايت انفورميشن اركتكتشر، على اي اساس قلت الصفحه دي تكون موجوده ومش موجوده، مش ده المفروض يكون بناء على الديماند. طب هو مين اللي حلل الديماند؟ هل المبرمج من شغله ان هو يحلل الديماند؟ هل المبرمج من شغله ان هو يعمل السي ار او؟ هل المبرمج من شغله المفروض يقول دي الكونفرجن فانل المفروض اليوزر يمشي فيها؟ في الغالب ده كله ما بيحصلش، واللي بيحصل ان الموقع بيجي بعدها بيتعاد كله من جديد. ده مش مشكله المبرمج، مش مشكله الاس يو، مش مشكله الكونتنت رايتر، دي مشكله ترتيب اولويات وخطوات سبقت عن خطوات تانية المفروض كانت تيجي قبلها. الخلاصه مش كل مشروع محتاج الاس يو من اليوم الاول، لكن اي مشروع ناوي يكبر محتاج اساس ما يتعدش. المتخصص في الاس يو لازم يكون في الصوره قبل المبرمج وقبل المحتوى، لان هو اللي بيحلل الداتا ويحدد المتطلبات اللي تساتيسفاي الداتا دي، وهو كذلك اللي بيستلم سواء من المبرمج او من الكونتنت رايتر او حتى من المصمم اليو اكس واليو اي ديزاينر. انا كده خلصت، وتقدر تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده في الفيديو الطويل على القناه، ولو مريت بتجربه شبيهه او مختلفه عرفني في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.